اللي حصل اصلا، احنا اصلا ابن خالي ده ترابي، احنا عندنا قرافة. احنا اصلا كل يومين كده ننزل نقعد شوية هناك وكده. فابن خالي اصلا ترابي. احنا القرافة بتاعتنا في الامام الشافعي البساتين، لو تعرفوا، في القاهرة. أيوة. اه. فإحنا كنا قاعدين، فمرات خالي قالت إن خالي اللي هو الترابي ده ما تاخد صبارة تزرعها لخالك، أنا بقالي كام يوم بحلم بيه، بالله عليك خد من الصبارة اللي موجود ده في القرافة، خد صبارة ازرع. فخد جوزي وراح يزرع صبارة. فقعد يفحت عشان يحط الصبارة، لقى كيس اسود فيه أعمال، فيه كذا ورقة كبيرة كده زي فلوسكاب، مكتوب فيها طلاسم وحاجات كتير جدا، وصورة لمؤمن زكريا، والصورة مكتوب عليها بالاحمر من ورا، وعروسه وماش وحوارات كتير جدا. طبعا احنا الحوش ده يعني اللي لقينا فيه العمل، تتخيل حضرتك اصلا الحوش اللي لقينا فيه العمل ده كان حوش مين؟ حوش كابتن مجدي عبد الغني اصلا، لان احنا التربه بتاعت خالي يعني الحوش ده جنب ده، التربه بتاعتنا جنب الحوش بتاع مجدي عبد الغني. يعني الحوش ده بتاع عائلة مجدي عبد الغني. الحوش اللي لقينا فيه العمل تحتيه، يعني على بابه العمل، الحوش ده بتاع مجدي عبد الغني. فطبعا ما كنتش اعرف اصلا، انا ماليش في الكوره، فطبعا انا دخلت على الفيديوهات بتاعت مؤمن زكريا، عرفت هو مين. المهم ان احنا يعني لينا حد قريبنا صاحب بنت يعني تبقى مصطفى ده ابن خالة مرات مؤمن، مرات مؤمن من عندنا اصلا من التونسي. فاتصل بيه وقال له احنا لقينا الحوار ده، مش عارفه الحد او الاثنين، فاتصلنا بيه، فراح قال لنا الكلام ده بجد؟ قلنا له اه والله العظيم. ابن خالي بقى جاب ميه قرينا عليها قران، ميه وملح، وقعدنا حطينا الحاجه فيها، فقعدنا نبوش في الصوره وندعك فيها جامد، ولا حاجه في الصوره طلعت، واللون الاحمر موجود زي ما هو، ولا ميه قران ولا ميه وملح بوشت الصوره اصلا. ايوه انا مصوره كل حاجه، حتى ما مؤمن زكريا جه عندنا انا مصوراه. المهم احنا اتفقنا، يعني قلنا حرام، احنا فكيناه ومش فكيناه، وقلنا مش هنجيب سيره لاي تواصل اجتماعي. احنا اتفاجئنا النهارده ان الجرايد منزله، اتاري الامام كله عرف. اقسم بالله احنا ما نزلنا حاجه، احنا معانا فيديوهات تطلع لنا ترندات، وقلنا احنا عمرنا ما نعمل كده. فالمهم جم قرايب مرات مؤمن شافوا الحاجه، راح قالوا ايه طب بالله عليكم ما تقولوش لحد وكده لحد ما نتواصل مع مؤمن. فما في ساعتين لقينا مرات مؤمن بتكلمنا، مرات مؤمن زكريا بتكلم ابن خالي، وقالت له انتوا فين بالظبط وكده. الكلام ده كان يوم الاثنين. فات الثلاث مؤمن زكريا جالنا يوم الاربع، هو وباباه واثنين شيوخ. الشيخ قال الحاجه موجوده، قلنا له اه طبعا الحاجه موجوده، بس احنا حطيناها في ميه وملح وكده، بس الحاجه موجوده هي زي ما هي، والصوره اهي. فخد الحاجه قعد يقرا عليها قران كتير، الشيخ اللي معاه ده ما شاء الله يعني، وجاب خل وحطه في الازازه وقعد يقرا كتير. وقال طب انا قعد معانا حوالي ساعتين، وقال لي ابن خالي قال له انا من ساعه ما لقيت الحاجه ظهري وجعني. خده دخل بيه الاوضه لوحديهم، قال له انت فتحت الحاجه دي من غير ما تسمي، عشان كده انت اتاذيت. وقعد يقرا عليه قران وكده، وقال له انا هجيلك مره تاني عشان نخلص من الحاجه اللي في جسمك وكده. فبعد كده راح قال انا هاخد مؤمن زكريا وهمشي، لاني لو قريت عليه هنا وكده هيتعب مني، وهو كده كده مسافر بكره عشان هو اللي هيسلم الكاس اللي هيكسب في السعوديه. ويومين وثلاثة وهتواصل معاكم. بس فأنا اتفاجئت النهاردة إن الجرايد منزلة. طبعا الناس في الإمام منتشرة، الموضوع منتشر، بس ولا حد معاه صور ولا حد معاه حاجة. فطبعا أنا دخلت وعلقت، لأني فطبعا إحنا متفقين مع مؤمن إن إحنا مش هنقول حاجة.